اكتر مكمل مهدور حقه في السوق المصري ومحدش بيتكلم عليه كتير. ازاي؟ انا مستغرب ان محدش فعلا بيتكلم على المكمل ده وهو الاسبirulina. ببساطه كده الاسبirulina ده نوع من الطحالب بيكون موجود في الميه، وده بيكون لونه كده اخضر مزرق. ومن مزايا بقى النوع ده من المكمل ان كل 7 جرام منه، يعني في حدود معلقه شاي صغيره، ده لو انت بتاخده باودر تخيل كده بيديك 4 جرام من البروتين. وفي كمان مجموعه معادن بقى انت مش هتتخيلها، زي معدن النحاس اللي بيديك 47% من احتياجك منه، ومعاهم كمان الحديد بنسبه 11% من احتياجك، وكمان معاهم برضو معدن الكالسيوم. ومش كده وبس، ده كمان غني جدا بمضادات الأكسدة، وكمان مضاد للالتهابات، وبيقلل معاك من مرض السرطان. ومش كده وبس، بيقلل كمان معاك من ضغط الدم. لا وخد دي بقى كمان، بيحسن معاك من أدائك الرياضي، وبالذات لو انت بتعمل تمارين فيها الشدة بتكون عالية قوي، بيزود من أكسدة الدهون أكتر من استهلاكك للكربوهيدرات. اما المكمل حلو اهو، ناخد منه بقى ربع كيلو ولا 100 جرام بقى على مدار اليوم. استنى بقى، لان انا ما قلتلكش على اهم العيوب اللي ممكن تحصل لك من المكمل ده. فلازم قبل ما تفكر تاخده لازم تشوف انت عندك مشاكل مرضية ولا لا، ويفضل كمان تستشير الدكتور قبل ما تفكر تعمل الموضوع ده. وده هيجيبنا الاول عيب فيه انه ممكن يكون ملوث وفيه سمية، وده طبيعي جدا لان الطحالب انت ما تضمنش هي في الميه بتكون عامله ازاي، ممكن يكون فيها معادن زي الزئبق والحاجات اللي احنا عارفينها دي. فمشكله المعادن دي بتعمل لنا مشاكل في الكبد. الحاجه التانية، لو انت من الناس اللي عندك مشاكل في امراض المناعه الذاتيه، فالمكمل ده اصلا بيزود لوحده المناعه، فمع المشكله دي فالموضوع مش هيبقى احسن حاجه، بل وكمان هيزود من مشاكل الموضوع دوت. اخر حاجه بقى، لو انت من الناس اللي عندها مشاكل في النزيف وبيجي لها بسرعه، المكمل ده مش هيكون احسن حاجه ليك، لان هو بيمنع من عمليه تجلط الدم، فده هيخليك عرضه اكتر للمشاكل دي. ولو عجبك النوع ده من المحتوى، طبعا مش محتاج اقول لك هتعمل ايه، وقول الفيديو اللي جاي تحب اتكلم عن ايه.